دكتور إبراهيم، يمكن من خلال بداياتك الأولى وبداية نهجك العلمي كان هناك اتجاه نحو التاريخ، نحو الحضارة الفرعونية. قل لي يعني كيف أثرت البيئة المصرية، كيف أثرت الأسرة في اختياراتك نحو هذه الكلية، وهل اخترتها بناء على رغبة ولا كان الاختيار بناء على أشياء أخرى يمكن بعدت عن رغباتك أو خالفت هذه الرغبة في فترة من الفترات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شرفني أن نلتقي مع الأستاذ محسن لتاني مرة. ربنا يخليك يا فندم، نورنا. الله يخليك. هو أنا نشأت في بيئة ريفية وأعتز بيها، في قرية من قرى المنوفية اسمها سمادون، وكنا في نهاية في الخمسينات والستينات كان ظلام دامس، ما كانش فيه كهرباء، فكان معظم الناس بيشتغلوا بالفلاحة والزراعة. هو أنا كنت يعني الظلام والفلاحة والطين والحاجات دي، واجي أشوف القاهرة كنت يعني عاوز القاهرة. أيوة. عاوز الكهرباء والنور. فسبحان الله اللي فادني في حياتي وسبب نجاحي هو نشأتي في البيئة الزراعية وفي قريتي، وأصبح الفترة اللي أنا كنت ناقم عليها هي سبب نجاحي. حبيت يعني حبيت التاريخ عموما، يعني كنت أحب يعني أدرس التاريخ، أجي مصر مثلا من البلد عشان أدخل الأفلام، أشوف الأفلام والقصص والروايات. فحبيت أقرأ عن التاريخ، وبالذات لما شفت عظمة الأهرامات، كنت أروح منطقة الأهرامات والمتحف المصري، لا أنا لازم أعرف الناس دي بنت الحضارة إزاي. فلما بدأت أدرس التاريخ الفراعنة، وجدت إن الفلاح المصري في الستينات هي الحياة المستمرة بتاع المصري القديم اللي عاش في فترة حكم الفراعنة. البيت الطين، الكوخ، الشادوف، أدوات الزراعة. النهارده لما نجيب مثلا أستاذ مثلا في الآثار مولود مثلا في مصر الجديدة، هتقول القصبية، إيه القصبية؟ مش هيعرف. الزحافة، لا أنا قعدت على الزحافة مع خالي ومع عمي وهو بيزحف، وشفت القصبية والساقية والشادوف والطنبور. فالحاجات دي كلها خلتني أعشق الحضارة المصرية، لأن أنا في امتدادها. لما جت بقى السبعينات ودخلت الكهرباء والمواتير، اتلغت الحاجات دي كلها، وكانت الكارثة الكبرى ان البيوت اللي من الطين اللي حمتنا من حرارة الشمس وبرد الليل كله اصبح بالاسمنت والطوب والرخام، اللي هو بيمتص الحرارة طول النهار وياكل في جسمنا ويمتص البرودة طول الليل ويخلينا نترعش. اتغير المجتمع المصري نهائي. لكن انا سعيد ان انا عشت الخمسينات والستينات في هذه البيئة اللي هي كسبب نجاحي دلوقتي. هل البيئة كان هي الأثر الفعلي في اختيارك لكلية الآثار؟ أيوة، حبيت. أول بدليل إن أنا دخلت كلية تجارة بعد ثالثة ثانوي. تمام. كلية تجارة وما دخلتش الامتحان. لا أنا بعدت عن البيئة بتاعتي. لا أنا بعدت خالص، محاسبة وتكاليف مش هو، وما دخلتش الامتحان. وتاني سنة حولت قسم الآثار في آداب اسكندرية، وبدأت بقى رحلات تستهويني. الأهرامات، الناس دي عاشت ازاي؟ فلما تعمقت في الدراسة عرفت ان الفلاح في بلدي في الخمسات والستينات ما زال عايش بنفس الحياة، اللي هو يعني مثلا شوف تكوين البيت في مصر الفرعونية، كان الحوش وحجرات جانبية نفس بالظبط. الفلاح يبني البيت، يعمل حوش، طول النهار الشمس تضرب فيه، الهواء متجدد، ما كانش فيه أمراض، كانت الشمس بتقضي على البكتيريا والهواء بيجدد، ما كانش فيه امراض. دلوقتي لما اتكتم الفلاح، لما هدم البيت الطين وبناه شقق سكنيه بالاسمنت، ما فيش لا شمس ولا هواء، فكتت الامراض. وذلك لما انزل البلد والاقي كميه كبيره من اللي عندهم فشل كلوي والكبد، ده بسبب ايه؟ الامراض دي ما كانتش موجوده في الخمسات والستينات. انا اذكر ان لي عم الله يرحمه كان لما يعيا نقول له نوديك للدكتور، يقول لك لا انا عاوز ازازه كازوزه وانتهت. وتاني يوم يكون بيشتغل وما شاء الله وعمل اسره كبيره. دلوقتي وديه القصر، وديه مصر، وديه للدكاتره، واحجز له عند فلان والميات والالافات، وفي الاخر بينهار ويموت.
فاحنا بعدنا عن البيئة بتاعتنا الأصلية. وبقول لحضرتك أنا كنت ناقم على النشأة في البداية، لكن اتضح أن هذه النشأة هي سبب نجاحي. ولما أروح ألمانيا وأتكلم مع الألمان عن المجتمع المصري في الخمسينات والستينات، هو امتداد العصر الفرعوني. البيت، الحيوانات هي الحيوانات، البقر، الجاموس، الماعز، الخراف. وعشان كده أنا نجحت في عملي لأني أنتمي لهذه البيئة وأنا امتداد هذه البيئة. دلوقتي بكل أسف قعدنا بقى في الأسمنت والإزاز والمسلح. دكتور إبراهيم شتلة، عملت مفتش الآثار في عدة محافظات منها الفيوم وبني سويف والواحات البحرية والكثير من الأماكن. اسمح لي، مدى تأثير هذا العمل كمفتش الآثار على رؤيتك البحثية؟ لأن بعد كده حضرتك عملت ماجستير وعملت دكتوراه واتجهت إلى التدريس في الجامعات. اسمح لي، عنصر الجانب الخاص بموظف يتبع هيئة الآثار مكلف بالتفتيش عن الآثار، ارتباطه بالعلم والمعرفة وتطبيقه لما درسه في أرض الواقع، ماذا عنه وماذا أضاف في تاريخ حياتك؟ أيوة. هو درس لي في كليات الآداب جامعة اسكندرية أساتذة أفاضل، حسيت بفضلهم وقوتهم لما اشتغلت في الحقل الأثري نفسه. تمام. دي الخبرة الفعلية. ده التعليم. فلما اشتغلت لقيت ان في حاجات تانية بقى مفروضة عليا، اللي هي عملية ايه؟ المخازن. ان لما اعمل حفاير واكتشف قطع اثرية، من السهل ان اجيب مصور يصور، اجيب مرمم يرمم الاثر. الحاجات دي كلها كنا متعلمها في الدراسة. لكن دخولها المخزن ومحاضر القفل والغلق والمتابعة دي ده دور مفتش الآثار. مفتش الآثار اللي هو انه يتابع هذه الآثار، صاحب العهدة. تمام. لا يحافظ على الأثر إلا أثري. مش هجيب أمين مخازن معاه هدادية أقول له مثلا إيه استلم الآثار دي، لا. اللي عارف قيمة الأثر هو الأثري. تمام. وعشان كده أنا كان عندي ويتعامل معاها إزاي وينقلها إزاي، القطعة الأثرية لها من ساعة ما بنشوفها في المقبرة لها معاملة معينة. قطعة العصاية زي الطفل لما يتولد له معاملة، وكل فترة له معاملة معينة. نفس قطعة الآثار لما بنكتشفها، يعني مثلا اكتشفت مقبرة كاملة، فكانت الموميا مغطاة بغطاء بياخد شكل الآدمي، والغطاء ده لسه هنحركه لقينا الطبقة اللي فوق بتتفتت. ابعد، لازم المرمم يجي من القاهرة، والمرمم جه قعد 3 أسابيع تحت عشان يحط مادة شمعية لتقوية غطاء الكرتونات اللي هو كان بيغطي الموميا. دي مسؤولية مفتش الآثار. لكن احنا ليه بنفتح المومياوات؟ يعني ليه بننتزع وبنشيل الغطاء واحنا عارفين ان هو في موميا؟ أيوة. ايه الهدف من فتح الهدف التوابيت؟ الحفاظ على هي في المقبرة محفوظة. المقبرة محفوظة، لكن عشان نكتشفها، ما هو في الوقت ده كان فيه، احنا كنا في بعد نكسة 5 يونيو. تمام. كان فيه موجة من لصوص الآثار والسرقات، فبقينا نكتشف عشان ناخد الحاجات دي نحفظها، لأن لو سبناها هتتسرق. الجبانة 100 فدان كانت في أبو صير الملق في الحرب الفرنسية. فمفيش يعني جانب أمني يقدر في جانب يتابع. أمني، بس كان في انفلات أمني زي بعد الثورة كده. جبانات كتيرة انتهت وحاجات سرقت، فاحنا كرجال آثار مكلفين في حدود إمكانياتنا بننقذ ما يمكن إنقاذه. لكن مصر كلها آثار، فارجع أقول التعامل مع الأثر لازم أثري. لازم أثري، واللي يستلم الأثر هو الأثري. ده مش عملية حفظ وبس، ده عملية فيه نص هننقله. مين اللي هيقرأ النص؟ إذا كان هيروغليفي أو ديموطيقي أو ديموطيقي أو يوناني أو لاتيني، لازم يتنقل ويتنسخ بعد ما يتصور. بعد كده بيجي المرمم يحافظ على الأثر لو محتاج ترميم، عشان لو هو مثلا مهشم يعني بنحاول ننقذه، انقاذ ما يمكن انقاذه، لو تماثيل وهكذا. وبعدين عملية تخزين في المخازن لها نظام معين. وضع الأثر في المخزن له وضع معين برضه. يعني نتكلم على كلية الآثار، في تخصصات لرجل الآثار. أيوة. من وجهة نظرك يعني واحد بيحقق في كذا، جانب متخصص في الترميم، جانب متخصص، يعني عرفنا حضرتك بتخصصات كلية الآثار أو تخصصاته الأثري
المطلوبة وطبيعة عمله؟ هو الأثري مسؤول عن كل شيء في الموقع. تمام. هو اللي بينتدب يجيب المصور، فيه مصور متخصص هو اللي بيصور الأثر، لأن المصور برضو أكثر خبرة مني أنا هصور بكاميرتي بس تصوير هواه مش محترفين. يجي المرمم ينقل لي الأثر من المقبرة، من مكان الاكتشاف لغاية المخزن، وإذا احتاج علاج معملي بينقل للمعمل في المجلس الأعلى للآثار. تمام. أو في الجامعة. بعد كده فيه إن الأثري بقى هو اللي بيسجل البيانات دي كلها في السجل العام. بعد كده عامل التخزين زي ما قلت لحضرتك. التخزين برضه ما احطش مثلا اواني فخاريه مثلا مع الموميا، لا، المومياوات لها قسم، الاواني الفخاريه لها قسم، الاواني المعدنيه لها قسم اذا كان مثلا حديد او برونز او وهكذا يعني. تمام. بنتكلم على البدايات، وبنتكلم على يمكن الجانب الخاص برسائل الماجستير والدكتوراه. بس قبل ما نتكلم على هذه الرسائل، احنا عاوزين نتكلم على يعني بعض الوظائف اللي تقلدتها حضرتك من بعد حصولك على يعني الليسانس او دبلوم الليسانس في الاثار المصريه. عملت اخصائي الاثار القديمه بالاداره العامه للاثار بالرياض بالسعوديه. ايوه. هذه الفترة كانت بعد يعني تخرجك من الجامعة مباشرة، ولا كان في أثناء وظيفتك وأثناء عملك فيها؟ أنا اتخرجت في كلية آداب جامعة اسكندرية قسم الآثار اليونانية والرومانية، لأن الآثار تخصصات. تمام. في آثار مصرية، وفي آثار يونانية ورومانية، تمام، وفي آثار إسلامية. أنا خدت الليسانس في الآثار اليونانية والرومانية، بس لما اشتغلت في المجلس الأعلى للآثار بقيت أعمل حفاير، بقيت أطلع حاجات فرعوني. تمام. فأنا محتاج أقرأ النصوص في قسم الآثار اليونانية والرومانية، بدرس يوناني قديم ولاتيني. فأنا احتجت أعرف الهيروغليفي، فبقيت أركب القطر كل يوم الساعة 3 من الفيوم، القطر القشاش ده البطيء، أكون في القاهرة الساعة 5 عشان ألحق تاني محاضرة من 5 ل 7 في كلية الآثار، لغاية ما خدت دبلوم آثار مصرية. يعني الحمد لله كان ربنا موفقنا، يعني بنشتغل وبنكافح. تمام. فخدت دبلوم آثار مصرية سنة 75، فبدأت أتطلع بقى إن أكمل دراستي، لكن الناحية المادية كانت تعبانة، لأن الحمد لله قضيت حياتي إيدي نظيفة، يعني ما ادناش إيدينا على حاجة. يعني يمكن الواحد ما بانش عليه البدله والكرافته لما كبرنا واشتغلت في مجال السياحه. حضرتك منور الدنيا. الله يخليك يا استاذ. استمريت في عملي بعد ما خدت الدبلوم، وبقيت ادعو الله يا رب، يعني ماليش الا انت، لغايه ما جالي عقد عمل في المملكه العربيه السعوديه بمعجزه الهيه، والله يعني هديه من عند الله لامانتي في العمل. الحمد لله. فسافرت المملكه العربيه السعوديه، قعدت 6 سنين، كنت اخصائي في اثار ما قبل الاسلام، وزرت اليمن مرتين، كنت اخد الكاميرا بتاعتي واصور اثار اليمن، وعملت حوالي 25 بحث عن تاريخ واثار الجزيره العربيه. وكنت اهم شيء بقى هناك كنت عضو مشارك في فريق اعمال المسح الاثري، ان احنا بنقعد في الصحراء الجزيره العربيه القاحله 3 شهور كل سنه، نبحث عن مواقع الاثار، ومعانا الخرايط ونسجلها ونكتب تقرير كل سنه ونقدمه، لغايه ما الحمد لله انجزنا جزء كبير في تسجيل وتوثيق المناطق الاثريه في الجزيره العربيه. جميل. وكانوا ناس متعاونين جدا، يعني ما شاء الله، كنا حاسين ان احنا في بلدنا. وكنت عضو حضرتك ساعتها في العمل المسح الاثري بالجزيره. ايوه العربيه. كان معانا امريكان وكنديين والمان. ده تابع لمين يا فندم؟ تابع ساعتها للسعوديه ولا كان تابع وزاره المعارف السعوديه. بالسعوديه. او التربيه والتعليم، حاجه زي كده. كان في نوع من المشقه في المسح الاثري بالنسبه للجزيره العربيه، ولا طبعا كان ايه بالظبط؟ هو مشقه، بس هم امكانياتهم كانت كويسه. يعني كل اللي مطلوب يجيبوا يعني عربيات مثلا حديثه، عربيات قويه، خيام جديده، موفرين جميع الوسائل من اكل ومن اعاشه، كل شيء موجود. يعني المسح الاثري بمعنى ان الاثر موجود، احنا بس بنعود نروح نسجله، ولا بيتم بعض اكتشافات معينه
يعني ممكن واحنا في اتجاهنا ليه ممكن نقول والله ده في هنا ممكن يكون في اثر معين. ايوه، بنتابع الاثر ولا احنا في فرق يعني بين اللي تم اكتشافه بالفعل. في فرق بين اعمال المسح الاثري واللي بيتكلم عنه الحفائر الاثريه. الحفائر، تمام. المسح الاثري ان احنا دي منطقه يعني الجزيره العربيه صعبه شويه، يعني صعبه لان معظمها صحراء، والمملكه العربيه السعوديه مساحتها توازي ثلثي الجزيره العربيه. تمام. فعشان ندخل الاوديه والشعاب الغير متناهيه دي كان فيها صعوبه، لولا ان كانت العربيات حديثه والامكانياتهم كويسه يعني. فكان الهدف كله هو توقيع تسجيل المواقع الاثريه على الخرائط وكتابه عنها تقارير مفصله. نيجي لما نلاقي مكان مهم نطلب ان المكان ده مهم، عاوز نعمل فيه حفاير اللي هو الاكتشافات بقى. تمام. فكنا بنعمل حفاير وكنا بنطلع اثار ما قبل الاسلام، لان في اثار في ازاي بيتم تسجيلها يا فندم وازاي بيتم تعريفها؟ يعني ما قبل الاسلام فترات مختلفه، هل بيبقى على الاثر يعني كتابات بتوضح ينتسب الاثر لمين، في اتجاه مين؟ ازاي بيتم تعريف الاثر عشان يتم تخزينه ويتم ترقيمه ايوه، اذا كان فيه نص مكتوب حروف عربيه مثلا سبعي او حمياري او نبطي، خلاص انتهى الموضوع. حضرتك كل ده عارفه طبعا اكيد. لا انا ما درستش السبعي والحمياري والنبطي، في متخصص معايا في الحاجات دي. انا درست هيروغليفي وهراطيقي وقبطي ويوناني ولاتيني. تمام. لكن لو ما فيش نص فبنعمل مقارنات من ناحيه الطرز المعماريه، طرز الاطباق نفسها، الطراز نفسه، وبتكون كلها حاجات. كل الطراز ده للحقبه الفلانيه او للزمن الفلاني بنقسمها. أيوة. بتكون كلها حاجات تقريبيه، وبالذات ان في فتره ما قبل الاسلام كانت دي مجتمعات مفتوحه، بيجي لك حاجات من ما بين النهرين، بيجي لك حاجات من بلاد فارس، بيجي لك حاجات من مصر. يعني مثلا ما اكتشفوا في كان في تجاره في هذه الفتره طبعا. وكانت مجتمعات مفتوحه وكان في تبادل تجاري. شوف في الدوله الحديثه الملكه حتشبسوت لما عملت اشهر رحله لبلاد بونت وفي الصومال. تمام. وفي ناس بيقول ان بلاد بونت دي في الهند، يعني مش عاوزين برضو نتجاوز لغايه ما نلاقي دليل. يعني في ناس بيقول لك ان هي راحت الهند، الصومال. صح. الله اعلم، يعني هي لغايه دلوقتي احنا بنقول الصومال. امال فينيقيا دي بيبقى فين حضرتك دي؟ ده فينيقيا دي اللي هو الساحل الشرقي للبحر الابيض المتوسط. تمام. ودي من الحضارات اللي ازدهرت، اللي هم احفادهم اللي هم اللبنانيين. يعني بس على الساحل. على الساحل. وفينيقيا دي سبحان الله كانت مشهوره بحاجه جميله جدا. لما سيادتك نروح المتحف المصري هنجد معظم توابيت الدفن، لان في مصر الفرعونيه بعد الموت الكهنه بيعملوا 3 طقوس. التطهير اللي هو الغسل، تمام، ما زال موجود لغايه دلوقتي في المسيحيه والاسلام. تاني حاجه التحنيط، بعد ما يحنط الجثه ما بيحطهاش في التابوت الحجري على طول، بيحطها في تابوت من الخشب، وده خشب الارز. جاي منين؟ جاي من ساحل الشرق البحر المتوسط، من لبنان. فكان الفينيقيين مهرة في التجارة وعملوا مستعمرات على ساحل البحر المتوسط. ليه خشب الارز؟ طب ايه اللي طب ما في مصر فيها اخشاب، ايه اللي خلى الفراعنه يركبوا البحر لغايه بيبلس الجبيل ساحل فينيقيا ويجيبوا الحاجات دي من الفينيقيين؟ لا، ده الفينيقيين كانوا بيعملوا سفن محمله بالاشجار الارز ويروح بقى السواحل المصريه يبيعوها. اشمعنى خشب الارز؟ سبحان الله، شجره الارز هي الشجره الوحيده اللي بتفرز ماده راتنجيه تقتل اي ديدان او سوس او حشرات تقترب منها، وذاك بيعيش. يعني لما نجيب مثلا اي دولاب قديم ونحب من مسمره يقول لك ده سوس، لكن لو من خشب الارز لا. المصري القديم اكتشف ده ولا عرفه؟ عرفه. المصري القديم كان متأمل. المصري القديم كان عايش مش عشان بطنه، مش عشان معدته، عشان عقله. وذاك لما نتكلم عن الكائنات كيف تأمل هذه لما نتكلم عن الأرنب. عاوزين نتكلم عن الكائنات ديت، يمكن حضرتك صنفت هذه الكائنات سبحان إلى الله كائنات بيولوجية في مصر الفرعونية. ايوه. اتكلمت حضرتك عن الأرنب، أيوة. واتكلمت حضرتك عن التمساح اللي هو سوبك. أنا هتكلم. واتكلمت عن النمس وعن الهدهد يمكن في مؤلفاتك. ايوه. اسمح لي. لا هي لسه دي حاجات جديده، دي لسه حاجات جديدة. اول مره هتكلم عنها النهارده. طيب عاوزين نعرف ايه الكائنات وماذا كانت تمثل للمصري القديم. هو المصري القديم
كان بيخاف من بعض الكائنات. تمام. يعني مثلا لما المصري القديم استوطن سواحل نهر النيل كان لابد من ترويض النهر. تمام. لابد من عندنا الهدهد يا فندم اهو بعد اذن حضرتك. ما شاء الله. ده الهدهد ده ظهر في الدولة القديمة. وسبحان الله ابن صاحب المقبرة تلاقيه متقدم حامل القرابين وماسكه في ايده صاحي. طب ليه الهدهد؟ طب ليه ظهر بعد كده في مناظر بسيطة؟ ليه الهدهد؟ سبحان الله لما درست عن الهدهد كان في صياد قاعد في المعسكر في الجبل بيصطاد اي طيور او حيوانات. تمام. فلما يضرب ارنب بري الكلب بتاعه يروح يجيبه. يضرب مثلا حمامه الكلب يجيبها، لكن لما ضرب الهدهد الكلب ما اتحركش من مكانه. ايه السبب؟ الهدهد لما بيحس بالخطر بيفرز ماده شديده الكراهه، كريهه لا يقترب منها اي كائن لا يقترب منه. الله لطيف بعباده. يعني حاسه الشم عندنا ما نشمهاش، لكن لا مؤاخذه الكلب حاسه الشم عنده اقوى من حاسه الشم عندنا على الانسان ب50 مره. فبيحس بالريحه الكريهه ما بيروحش ناحيته. فصاحب المقبره بياخد معاه الهدهد يحطه في المقبرة حتى لا يقترب منه أي حشرات أو ديدان أو عقارب أو حيات. يحطه إيه ميت؟ صاحي. صاحي لأن عش الهدهد لما بيكون على الشجرة لا يقترب من الشجرة لا تعابين ولا عقارب ولا حشرات. دي رائحة الهدهد بسبب ريحة الهدهد. والأنثى الهدهد مع إنه شكله جميل لكن رائحته شكله جميل مش حلوة. بس احنا ما بنشمهاش. لان الله لطيف بعباده. حاسه الشم عندنا قليله شويه. تمام. فلما انثى الهدهد بتضع البيض في العش بتفرز على البيض هذه الرائحه عشان لما تروح تصطاد ديدان من الحق نوع من الدفاع عن عن البيض. ما يطلعش التعبان يبلع البيض. فلما البيض بيفقس سبحان الله الفأس البيض الهدهد لما بيخرج من البيضه عنده قدره على افراز هذه الماده. فانا قعدت افكر ليه صاحب المقبره واخده في ايده صاحي اكيد هيحطه في المقبره حتى لا يقترب منها اي تعابين او حشرات او ديدان. سبحان الله. سبحان الله. طيب نعود الى التمساح والهدف من التمساح. التمساح انا التفسير البيولوجي ان انا بقرا في كتاب الموتى او في النصوص القديمه جمل على لسان الكاهن. فالكاهن بيقول ايه؟ أنا سبك، أنا التمساح، لأني شوهت جثة أوزوريس عوقبت بقطع لساني. ما هو ملهوش لسان. ما هو التمساح ملهوش لسان. طب ازاي شوه جثة أوزوريس؟ هو كان في حاجة اسمها أوزوريس ده كلها ما عندوش لسان. طب ازاي بيبلع؟ ما هو ملهوش لسان لأن في تجويف في الفك السفلي بيبقى مقوس قليلا. الأنسجة اللي بتملأ الفك السفلي تبقى مقوسة قليلا إلى أعلى تنتهي بصمام. إذا التمساح فتح بقه فالصمام بيقفل الحنجرة فما بيغرقش. وذلك التمساح لما يكون تحت المية فتح بقه بيبلع سمك ما بيغرقش، لأن لما يفتح بقه الصمام بيقفل الحنجرة فبتحول دون دخول المية القصبة الهوائية. سبحان الله. والتمساح فكه ما فيهوش قواطع او ضروس كله انياب. فهو الكاهن عشان كده شرس قوي وقوي للغايه طبعا. فالكاهن بيقول ايه؟ سوبك بيقول ايه؟ لاني شوهت جثه اوزوريس. هو ما كانش في حاجه اسمها اوزوريس. هو التمساح لما بيصطاد جاموس وحشي بيشده تحت الميه عشان يغرق. جاموس الوحش ضخم فيجي التمساح عشان فكه كله انياب بيضغط بفكه على جزء في الفريسه ويلف جسمه حوالي 100 لفه في الدقيقه حتى ينزع هذا الجزء ويبلعه. لان مش عارف يندغ مفيش لسان. طيب لو التمساح ما اصطادش فريسه كبيره، اصطاد مثلا خنزير بري او صياد فبيحطه في فكه ويطلع على البر ويخبطه جامد في حجر عشان يشوهه عشان يفتته. فهو الكاهن تخيل ان التمساح هو اللي قتل اوزوريس وقعد يخبطه على الاحجار لغايه ما شوه جثته، وعشان كده عوقب بقطع لسانه.
فانا بطلع الحقيقه البيولوجيه في الاسطوره. تمام. التمساح وحكايته مع سيد قشطه، ويمكن عرفنا بعد كده السيد قشطه اقوى من التمساح، طبعا شيء كان مستغرب طبعا. تمام. طيب اسمح لي عن النمس، ويمكن النمس يعني حيوان معروف انه معادي للثعبان والحيات، وده بيعمل نوع من التوازن. لماذا اختاروا بقى هنا المصري القديم النمس؟ لما رحت سالت الزملاء في المتحف المصري، قلت لهم عاوز اشوف تماثيل النمس اللي في المتحف. قال لي موجوده في الفاترينا. قلت له لا، انا عاوز اطلع اجيب سلم واطلع اشوف ديل النمس، لان انا بميز النمس بديله. هو حيوان كده زي القط، جسمه يعني مستطيل، وديله نص جسمه، طوله نص جسمه. والنمس بارع في القضاء على الثعابين، لكن هناك ثعبان فتاك اسمه المامبا السوداء. الله لطيف بعباده. هذا الثعبان لما بيضخ السم في جسم الفريسة، السم يكفي لقتل 10 أمثالها. يعني لو المامبا السوداء دي عضتني، كمية السم اللي هتنزل مفيش مصل هيشفيها، لأن نزلت ضخة سم يقتل 10 أفراد زيي. فالمامبا السوداء لما نشوف أي كائن لما يفتح بقه، البق إما أحمر أو أبيض أو لون وردي، إلا المامبا السوداء لما تفتح بقها سودا من جوه، كما لو كنت مدهونة باللاكيه. ودي لا يقدر عليها أي كائن إلا نوع من النموس اسمه النمس ذو الذيل الأسود. وده لقيت له موميا في متحف في البرتغال. ويميز بان ديله طول جسمه 1.5 مرة. هو دوره انه يحرس بقى المومياوات، ولا لا، هو بيقضي، هو الوحيد اللي بيقضي على هذه الافعى. المامبا الافريقيه السوداء. تمام. اخر حاجه يمكن الارنب. الكاهن في مصر الفرعونيه كانت مهمته التامل، يتامل ويدرس. فانا فوجئت من استاذ ما شاء الله عليه كريم، الدكتور صلاح الخولي، بيتصل بيا: يا دكتور هو الارنب ما بينامش؟ قلت له بينام. قال بس عينيه ده مفتحه. قلت له له جفن ثالث ابيض شفاف بيغمضه لما يحب ينام. وذاك لما تروح عند بتاع اللي بيبيع الارانب يقول لك ده ما بيشوفش. لا، هو قد يكون نايم عينيه مفتحه، بس في جفن ابيض شفاف هو مغمضه، ما بنشوفوش احنا بالعين المجرده. الكاهن لما كان يدخل يشوف الارنب يلاقيه دايما مفتح، هو نايم، والكاهن مش شايف الجفن الابيض الشفاف اللي على عينه. فكان يقول ايه ده دايما يقظ، ده ما بينامش، فسماه ون. وحتى الان لما نلاقي واحد شغال ليل ونهار بنقول ما بيونش، فلان ما بيونش. فصدى الحضاره الفرعونيه في المجتمع المصري. تمام. دكتور ابراهيم شتلة، طبعا وقت جميل جدا مع حضرتك وممتع للغايه، وانا عاوز اقول ان حضرتك عضو اعمال المسح الاثري بالجزيره العربيه، وحصلت على دراسات عليا في الاثار بالمانيا، وعضو بجهاز تطوير المتاحف بهيئه الاثار المصريه، وحاصل على الماجستير سنه 1983، وحاصل على الدكتوراه سنه 1965 بجامعه 69 عفوا 69 بودابست، ومحاضر بالجامعات المصريه، وشاركت في العديد من المؤتمرات الخاصه بالاثار المصريه، ويمكن في جامعه القاهره والاسكندريه والمنيا، والفت العديد من الكتب الخاصه، ولك ايضا العديد من المحاضرات عن الحضاره المصريه القديمه تشهد بها كيانات دولية كثيرة. بشكر حضرتك دكتور إبراهيم، أتمنى لك وأعمالك الرائدة في مجال الآثار المصرية كثير من التقدم إن شاء الله، ونشوف دايما هذه الأعمال يعني ظاهرة لأبنائنا الطلاب. شكرا جزيلا، بشكرك وأتمنى لك كل خير. شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين، خليكم معانا، احنا لسه هنستضيف معانا الدكتور مصطفى حسين، أستاذ تاريخ بكلية دار العلوم. هنتعرف على جانب كبير جدا من حياته وعطاءاته لأبناء الطلاب. خليكم معانا، فاصل سريع ونعود معكم مرة تانية. نعيش فيها سنين